السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في النص الدكميرة. كل ترم وانتم بخير إن شاء الله. النهاردة هناخد جدول وخطة مذاكرة الترم التاني، بس أهم من الخطة والجدول إزاي هننفذ الخطة والجدول ده، وده أهم حاجة عندي. لو ناوي وناوية إن شاء الله تجيبوا امتياز لازم تشوفوا الأربع حلقات دول، سلسلة مهمة جدا. إزاي هنذاكر صح من أول الخطة لغاية إن شاء الله ما نجيب امتياز. فتابعوا معايا الفيديو للنهاية. الأربع حلقات اللي هناخدهم إن شاء الله مش كلام من وحي خيالي، ده ملخص دورات خدتها في سنين عمري دي كلها خاصة بالتدريس وطرق التدريس، فركزوا كويس جدا فيها. وبرضو مش كلام علمي وكتب ودورات خدتها بس، أنا فعلا أقسم بالله طبقتها على نفسي واكتشفت النتيجة. فخلوا بالكم كويس جدا، لو فعلا ناويين تجيبوا امتياز وتعوضوا الترم التاني ركزوا في كل كلمة بقولها هتفرق معاكم. هدفنا من 4 حلقات اللي احنا ناخدهم النهاردة ان انا اعمل خطة وجدول مذاكرة وانفذه. يبقى اول حاجة انا عايزة اعرفها ازاي هعمل خطة وجدول مذاكرة. جميل، بس الأجمل منه بقى الخطة والجدول ده هيتنفذ ازاي، وده شغل الشاغل اللي أنا عايزة أطلع منه من الحلقات دي. فعشان أنفذ الخطة والجدول بتاع المذاكرة اللي أنا هعمله إن شاء الله أنا محتاج 3 حاجات أساسية. إيه هما؟ وأول حاجة قلنا علشان نقدر ننفذ الخطة دي نعمل تمارين لتقوية الذاكرة والتركيز. هي يا دكتور في تمارين لتقوية الذاكرة والتركيز والذكاء بتاعي؟ أيوة طبعا، وهناخدها في حلقة منفصلة مهمة جدا، اوعى تفوتكوا الحلقة دي. تاني حاجة عشان نقدر نعمل خطة وجدول مذاكرة، اعرف ذاتك. نمط التعليم. نمط التعليم يعني ايه؟ اعرف ذاتك. نمط التعليم، يا ترى انا نمط تعليمي هل انا شخص حركي، هل انا شخص بصري، هل انا شخص حسي، هل انا شخص سمعي؟ طيب هتفيدني في ايه لما انا اعرف نمط تعليمي؟ ايه هقدر اعرف ايه هي الوسيلة المناسبة اللي انا اقدر ادخل بيها المعلومة واذاكر بيها كويس جدا. برضو الحلقة دي مهمة جدا، برضو اوعى تفوتكم. اخر حاجة انا محتاجة اعملها عشان اقدر انفذ الخطة بتاعتي، الانضباط. ايه هي الآلة اللي انا هستخدمها او الأداة اللي انا هستخدمها عشان اعود نفسي على الانضباط؟ انا هعمل جدول. طيب الجدول ده لازمته ايه لو انا مشيت عليه يوم ويوم ما مشيتش عليه؟ لا، ده انا عايزه اعمل جدول، والجدول ده هيبقى له وقت زمني وله تاريخ زمني لازم يتنفذ. طيب انا مش منضبط، ازاي هكون منضبط؟ برضو حلقة مهمة جدا لازم تشوفوها.